أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة بقى معانا موضوع يعني كلنا بنحبه، القهوة. وهنقارن بين اتنين من الكبار قوي، كولومبيا والبرازيل. فعلا. معانا شوية مصادر كده وهدفنا نفصصها سوا ونشوف ايه بالظبط الفروقات الجوهرية دي، ايه اللي بيخلي فنجان القهوة ده غير ده خالص. جاهزين؟ جاهزين طبعا، والموضوع ده يعني ليه أبعاد كتير قوي. المصادر اللي معانا موضحة إن القصة مش بس نوع البن. أكيد. لا، دي بتبدأ من نوع البن وتروح بقى للمناخ والتربة والارتفاع اللي بتتزرع عليه، وبعدين طريقة المعالجة نفسها بعد الحصاد. كل ده بيأثر في الطعم اللي في الفنجان وفي سمعة البلد نفسها في عالم القهوة. طب خلينا نبدأ بأول فرق واضح قوي في المصادر، وهو نوع البن نفسه. كولومبيا دي مركزة 100% أراميكا، صح؟ وأنواع زي كاتورا وكاستيو وكده. مظبوط، أرابيكا وبس. إنما البرازيل لا، البرازيل بتزرع أرابيكا برضو زي بوربون وموندو نوفو، بس كمان بتدخل الروبوستا في الموضوع. ده أكيد بيفرق، مش كده؟ بالضبط. الروبوستا بقى دي حتة تانية، بتدي قوام أقوى، يعني تحس القهوة تقيلة كده والمرارة بتاعتها أعلى والكافيين كمان أكتر. عشان كده بتلاقيها كتير في خلطات الإسبريسو اللي بتبقى محتاجة دفعة قوية. وكمان في عامل تاني مهم بيتلعب هنا، اللي هو ظروف الزراعة نفسها، خصوصاً الارتفاع. في كولومبيا القهوة بتتزرع على ارتفاعات عالية جداً، يعني ممكن توصل ل 2000 متر فوق سطح البحر. والتربة هناك غالباً بركانية غنية. الارتفاع العالي ده بقى بيعمل حاجة غريبة شوية، بيبطئ نمو حبة البن نفسها. يبطئ نموها إزاي يعني؟ فلما الحبة تاخد وقت أطول عشان تنضج، ده بيدي فرصة للنكهات إنها تتركز جواها أكتر، تتعمق. فهمتوا قصدي؟ يعني كأنها بتستوي على نار هادية كده، فبتاخد طعم أغنى. مثيرة للاهتمام دي قوي. اللي بكتير. البرازيل الأساسي اللي يعني بنتكلم في 800 ل 1300 متر مثلاً، والمناخ أدفى. وده بيساعد على إيه بقى؟ ده بيسمح بالزراعة على مساحات واسعة جداً وباستخدام الميكنة والآلات بشكل كبير. وده طبعاً بيخدم هدف البرازيل الأساسي اللي هو الإنتاج الضخم والكميات الكبيرة. تمام. يبقى كده فرق النوع وفرق الارتفاع والظروف. بس المصادر برضه بتتكلم كتير عن نقطة تانية ممكن تكون هي الحاسمة قوي في الطعم النهائي، المعالجة. كولومبيا بيقولوا بتعتمد أساساً على الطريقة المغسولة، الوات بروسيسد. البرازيل بقى بتروح أكتر للطريقة الطبيعية، الدراي أو البوبت ناتشورال. الكلام ده معناه إيه في الفنجان اللي بنشربه؟ لا، ده معناه فرق السما من الأرض تقريباً. الطريقة المغسولة اللي هي يعني بيشيلوا القشرة والطبقة اللزجة اللي حوالين الحبة قبل ما ينشفوها، دي بتطلع قهوة نقدر نقول عليها أنظف في الطعم. أنظف بمعنى؟ إن الحموضة بتاعتها بتبقى واضحة ومشرقة كده، والنكهات بتميل أكتر للفاكهة، الحمضيات، وأحياناً الزهور. ده الطبع الغالب على القهوة الكولومبية. فهمت. عشان كده دايما يقولك الكولومبي فيه لمحة فاكهة. بالظبط. وفي المقابل بقى البرازيل، طريقة المعالجة الطبيعية اللي هي الحبة بتنشف وهي لسه بقشرتها وكل حاجة عليها، دي بتدي قوام أتقل بكتير، حلاوة أعلى، والنكهات بتروح أكتر ناحية الشوكولاتة والمكسرات والكراميل، وممكن يبقى فيها لمسة ترابية شوية. والبولد ناتشرال دي تعتبر وسط، بيشيلوا القشرة بس بيسيبوا حتة من المادة اللزجة، فبتدي قوام وحلاوة أكتر من المغسولة، بس في نفس الوقت النكهة أوضح وأنضف شوية من الطبيعية. يعني كأن المعالجة دي بتحدد مسار الطعم كله. مغسول يوديك ناحية الفاكهة والحموضة، طبيعي أو شبه طبيعي يوديك ناحية الحلاوة والشوكولاتة والمكسرات. هي كده بالظبط. وده بيوصلنا بقى للنقطة بتاعت سمعة كل بلد في السوق العالمي. كولومبيا سمعتها اتبنت على الجودة العالية والثبات في المستوى. دايما تلاقيها كسنجل أوريجين كده. تماماً. القهوة بتاعتها بتقدم تجربة مميزة، عشان كده كتير بيستخدموها كسنجل أوريجين، يعني من منطقة واحدة أو مزرعة واحدة. وبتكون ممتازة جداً في طرق التحضير اللي بتبرز النكهات زي الفلتر أو الإسبريسو الفاخر. وده طبعاً بيعتمد قوي على مزارعين صغار وعلى الحصاد اليدوي الدقيق. وفي المقابل بقى البرازيل اللي هي أكبر منتج في العالم، بتمثل حاجة تانية خالص تقريباً. بالظبط. البرازيل يعني الحجم الضخم، يعني الاعتمادية، يعني التنوع. القهوة البرازيلية دي هي يعني العمود الفقري لخلطات إسبريسو كتير جداً حول العالم. هي الأساس اللي بيتبني عليه. تمام. وبتدخل في القهوة التجارية العادية وحتى القهوة سريعة التحضير.
الإنتاج هناك بيعتمد على استخدام الآلات بشكل مكثف عشان يلبوا الطلب العالمي ده. الصورة كده وضحت قوي بصراحة. يعني كل بلد ماشية في سكة مختلفة تماماً بناء على ظروفها وإمكانياتها وأهدافها. كولومبيا بتقدم الدقة والجودة المركزة لعشاق التفاصيل، والبرازيل بتقدم الحجم والتنوع والأساس الموثوق للصناعة كلها. هي دي الخلاصة فعلاً. وده ممكن يخلينا نفكر في سؤال كده في الآخر. قول. يعني المرة الجاية لما حد فينا يجي يختار قهوة، هل الأهم هيكون بس بلد المنشأ يقول أنا عايز كولومبي أو برازيلي، ولا ممكن تكون طريقة المعالجة صولة ولا طبيعية هي العامل الحاسم أكتر في إنه هيحب الفنجان ده ولا لأ، بغض النظر حتى عن البلد؟ السؤال مهم فعلا ويستحق التفكير. يعني ممكن واحد يحب المعالجة الطبيعية قوي فيلاقي نفسه بيحب قهوة برازيلية أو حتى إثيوبية بنفس المعالجة أكتر ما يحب قهوة كولومبية مغسولة مثلا. بالظبط كده. الموضوع فيه تفاصيل كتير، وكل تفصيلة بتفرق في التجربة النهائية.